السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض البقسماط في البيت. كلنا بنحب نسقي الشاي الصبحية مع المقسماط. زي ما انتم شايفين البقسماط مش صعب خالص وسهل، ومكوناته كلها اقتصادية. شوية مية وزيت ودقيق هنطلع أحلى بقسماط. وانتوا عارفين طبعا الأسعار بقت غالية والبقسماط بقى بالشيء الفلاني، فتقدري بشوية دقيق بساط تعملي أحلى بقسماط ومن إيديكي وبمنتهى النظافة وفي البيت. خليكي معايا للآخر وإن شاء الله الفيديو يعجبك، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتحط لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة والمقادير. معانا هنا معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي من الخميرة الفورية، هننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، وبعد كده هنضيف عليهم نص كوباية من المية. وطبعا المية بنحطها بالتدريج علشان أنواع الدقيق في نوع بياخد مية ونوع لأ، فتخلي بالك للمية اللي بتضيفيها لأي معجنات لازم تحطيها بالتدريج. تمام كده، قلبنا الخميرة والسكر والمية، وبعد كده هنبتدي نجيب الدقيق بتاعنا، هنحط عليه رشة خفيفة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. زي ما انت شايفة بيكنج باودر او كيك شيف. تمام كده. البيكنج باودر والخل اللي احنا بنحطهم في المعجنات بيشتغلوا معانا في المعجنات على انهم محسن طبيعي، بديل للمحسنات اللي المخابز بتحطها. تمام كده. هبتدي بقى اضيف الخل علشان يبقى حطينا البيكنج باودر والخل مع بعض علشان يطلعوا لنا احلى بقسماط مقرمش وهاشش معانا. تمام كده. هننزل بقى بنص كيلو من الدقيق على الميه بتاعتنا والخميره والسكر، وكنا حاطين طبعا على الدقيق البيكنج باودر والملح، ما تنسوش. وهنبتدي نقلب ونضيف الميه بتاعتنا بالتدريج. انا هنا النص كيلو دقيق بتاعي ده دقيق سايب جايباه من العطار، اخد معايا كوبايه ونص من الميه الدافيه. طبعا المعجنات بتاعتنا خلاص الجو بدأ يبرد، فلازم نضيف ميه دافيه للمعجنات عشان الخميره تشتغل معايا. تمام كده. وبعد ما خلصت كل مقدار الميه بتاعي هبتدي اعجن في العجينه بتاعتي لمده 5 دقايق لحد ما توصل معايا للشكل ده. هبتدي اجيب حوالي 4 معالق من الزيت وكمان معلقه من السمنه علشان تخلي البقسماط بتاعنا مش ناشف قوي. ولو حبيتي انت ما تحطيش السمنه وتكتفي بالزيت بس مش مشكله، هيطلع معاكي برضو حلو. هقولك يطلع معاكي هشش ازاي. تمام كده. العجينه طبعا زي ما انت شايفه لما بنحط السمنه والزيت هتبتدي تتقطع معانا، فانت ما تقلقيش، استمري في الدعك وان شاء الله هتلم معاكي وتبقى معاكي بالشكل الجميل ده. يعني كل الوقت اللي احنا دعكنا فيه العجينه هياخد معانا حوالي من 5 دقايق ل10 دقايق. بعد إضافة السمنة وكله هتبقى معانا بالشكل ده. هنسيبها بقى تريح لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق. وفي الوقت ده بقى نجهز الحاجات بتاعتنا. هنجيب بقى حوالي نص كوباية من السمسم، ويفضل طبعا السمسم يكون السمسم الأبيض الني، بس أنا ما كانش عندي فحطيت السمسم المحمص. وهنجيب كمان ونحط عليها طبعا ربع كوباية من المية علشان السمسم يلزق في البقسماط بتاعنا. تمام كده. وهنجيب بقى الصاج بتاعنا ندهنه دهنه خفيفه كده من الزيت علشان البقسماط بتاعنا ما يلزقش في الصاج. تمام. هبتدي بقى اجيب اقطع كده حته حته بعد العجينه بقى ما ارتاحت. سبتها حوالي 10 دقايق لحد ما ترتاح علشان يعني تتبرم معايا بمنتهى السهوله وتبقى العجينه مرتاحه. كل ما ترتاح طبعا كل ما هتديكي نتيجه احسن في الشغل. بدأت بيه كده اقطع حته من العجينه وابتدي ابرمها كده والفها بايديا، وابتدي احطها في السمسم بتاعي، وبعد كده هضيفها او احطها للصاج بتاعي. وطبعا بعمل المقاسات اللي انا عايزاها اللي حباها، يعني عايزه تخليه طويل، عايزه تقسمي بعد كده بعد ما تحطي تقسميه كده من النص وتخليه بقسماطات صغيره براحتك بقى الحجم اللي انت عايزاه، او حابه تعمليه مدور. الشكل بقى على مزاجك. بس طبعا البقسماط معروف ان هو بيبقى بالشكل الطويل اللي احنا عارفينه ده زي بتاع الافران. تمام كده. ابتدي بقى اقطع وابتدي اقيس. ممكن اقيس طبعا يعني بعد ما ابرم كده البقسماطايه اجيب الصاج كده واقيس بيه زي ما انا هوريكي، او تعملي علامه كده في الرخامه او في المكان اللي يعني اللي انت بتشتغلي فيه، تميزي كده حتتين وتبقي عارفه المسافه من هنا لهنا قد ايه عشان تطلع معاكي كل البقسماطات يا دوب قد بعض. مش عايزين حاجه كبيره ولا حاجه صغيره زي ما انت شايفه كده. وبعد ما ابرمها ابتدي انزل بيها في السمسم اللي احنا طبعا مندينه بالميه علشان السمسم يلزق في العجين بتاعنا. وزي ما انت شايفه ما بياخدش مننا وقت خالص، وكل ما العجينه طبعا بترتاح كل ما تتبرم معاكي بمنتهى السهوله وما ياخدش منك وقت خالص. النص كيلو من الدقيق طلع معايا حوالي الصاجين اللي هو 30 في 40 ده، يعني حوالي ربع كيلو دقيق. لو حبيتي تجربي فيه هيطلع معاكي صاج من الصاجين دول. تمام كده. هبتدي بقى اعمل زي ما انت شايفه قطعه قطعه، ومقطعش قطعه كبيره. اه ولو حابه طبعا تعمليه تخين يعني اتخن من اللي انا عاملاه، انا بحبه رفيع. لو حبيتي تتخني عن كده طبعا بتكبري القطعه بتاعت العجينه اللي انت بتقطعيها
وما تبرمهوش بقى، ما تطولهوش، لا تسيبيه كده قطع يعني متوسطه، هيطلع معاكي تخين. لو حابه يعني ان يكون اعرض من اللي انا عاملاه ده، بس عشان انا بحبه رفيع ف برماه قوي شويه يعني، ومطولاه كمان. زي ما انت شايفه العجينه مطاطيه وجميله جدا وبتمط معاكي، و هتبقى مريحاكي جدا في الشغل، ومش هياخد منك وقت خالص. زي ما انت شايفه كده، اي قطع زياده شيليها عادي، قطعيها، مش هيحصل اي حاجه. بعد كده عادي بتسيبيها ترتاح، ونعجنها ونعملها تاني من الاول. هنخلص طبعا كل الكميه دي، مش هتاخد معاكي وقت خالص، يا دوب ربع ساعه وهتخلصي كل البقسماط. وهتغطيه وتسيبيه حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع لحد ما يخمر. في الوقت ده تكوني انت طبعا مسخنه الفرن بتاعك على درجه حراره عاليه، يعني من متوسطه لعاليه، علشان ينشف معاكي ويبقى مقرمش وهاشش. وفي نفس الوقت ما لو انت سبتيه على نار واطيه هينشف منك ويبقى مقدد، ما يبقاش حلو خالص. زي ما انت شايفه مش هياخد وقت خالص، حوالي تلت ساعه وهيخرج معاكي بالشكل الجميل ده. احلى بقسماط في البيت، هاشش ومقرمش زي ما انت شايفه من جوه عامل ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير، فيديوهات جايه كتير، مع السلامه.